في حاجات غريبة بتحصل في العالم كل يوم، ولو الكاميرات ما كانتش صورتها ما كانش حد هيصدق انها حصلت. من ظواهر طبيعية نادرة لحاجات غريبة محدش يعرف سببها. علشان كده هوريكم النهاردة اغرب الحاجات اللي حصلت في جميع انحاء العالم. انا محمود المغربي، ما تنساش دعمك للفيديو بلايك والاشتراك في القناة. صلى على الحبيب ويلا بينا نبدأ الفيديو. الظاهرة الضوئية اللي شايفينها قدامكم دي من الحاجات النادرة جدا، واسمها شمعة الشمس، وبتحصل لما بينعكس ضوء الشمس على بلورات الجليد الصغيرة اللي طايرة في الغلاف الجوي. البلورات دي بتعكس الضوء بطريقة تخليها كأنها بوابة لعالم تاني، زي ما شايفين كده بالظبط. المشهد اللي شايفينه قدامكم ده يعتبر من أغرب المشاهد الغير عادية اللي ممكن تشوفها النهاردة. عاوزك تتخيل معايا إنك ماشي على الطريق وفجأة السماء تبدأ تمطر سمك والدنيا تبقى بالمنظر اللي قدامك ده، والسبب في كده هو تدفق المية عن طريق الأعاصير الصغيرة اللي بتمتص الأسماك وتدفعها في السماء، وفي الآخر تكون بالشكل اللي قدامك ده. المنظر اللي قدامكم ده ما بيحصلش غير في دول الخليج بس، لكن بالطريقة اللي قدامكم دي أكيد هتخليها حاجة غريبة ونادرة جدا. من الظواهر الطبيعية الغريبة اللي ممكن تشوفها هو البركان الطيني اللي قدامك ده، وطبعا مش شبه البركان الناري اللي احنا متعودين نشوفه في كل مكان، لكن البركان ده ليه نفس القوة بالظبط، واللي بيحصل قدامكم ده بيكون بسبب اندفاع الغازات الموجودة تحت الأرض اللي بتتسبب في خروج الطين بالشكل اللي شايفينه قدامكم. في بلد روسية ظهر عدد هائل من الجراد الضخم وبدأ ياكل كل حاجة بتظهر في طريقه، لدرجة إن المزارع اتدمرت تماما، والمزارعين بقوا مش عارفين يتعاملوا مع الكارثة دي ازاي، ومن كتر عددهم الكبير هتلاقي نفسك مش شايف حاجة قدامك. في بلد في البرازيل حصلت ظاهرة نادرة ومرعبة في نفس الوقت، وهي ظهور مئات من العناكب وكأنها نازلة من السماء، حاجة شبه المطر بالظبط. وبصراحة ممكن تحس ان الفيديو غير واقعي، لكن بالفعل اللي شايفينه قدامكم ده حقيقي، وده عن طريق ان العناكب دي عملت شبكة رقيقة جدا، وفي الوقت ده كانت أشعة الشمس بتعكسها بطريقة خلتها مش باينة وكأنهم طايرين في الهواء. هتعملوا ايه لو السحب اللي كنا بنشوفها في السماء نزلت بالمنظر اللي شايفينه قدامكم ده؟ لكن الحقيقة ان اللي بيحصل ده ليه تفسير واحد، وهي ان دي رغاوي من مواد كيميائية موجودة في نهر او مصدر مية قريب من المكان ده، واللي اتسببت في الرغاوي اللي شايفينها قدامكم دلوقتي. ده بقى اسمه جبل قيلش، وبيعتبر من الظواهر اللي هتحب تشوفها كل يوم، وده بسبب ان في لحظة ما الشمس بتيجي عليه وقت الشروق بيظهر كأنه جبل من الدهب بالظبط. لما حد يقولك ان الارض بتتنفس لازم تصدقه بعد ما تشوف الفيديو ده. شوف المنظر هنا عامل ازاي، بجد حاجة شكلها غريب جدا. شايفين الظاهرة الغريبة اللي قدامكم دي؟ انا بصراحة مش عارف دي سحابة ولا ايه بالظبط، ياريت اللي يعرف يكتب لنا في الكومنتات. اللي شايفينه قدامكم ده اسمه الشلال الناري او ذيل الحصان. دي ظاهرة طبيعية نادرة جدا، بتحصل لما بيتحول الشلال للون برتقاني او احمر وقت غروب الشمس في ظروف معينة، وده بيخليه يظهر شبه الحمم البركانية بالظبط. الزلازل معروفة انها قوية جدا، لكن شوفوا هنا عملت ايه في الطريق، قسمته نصين لدرجة ان الطريق بقى يتحرك بالمنظر اللي شايفينه قدامكم ده، وده كله كان بسبب قوة الزلزال اللي كانت مستمرة. ده بقى اسمه الفطر المتوهج في الظلام، واظن بعد ما تشوف المشهد اللي قدامك ده هتعرف عظمة ربنا في خلقه. شوفوا هنا قد ايه منظره بيكون جميل جدا بالليل. في دولة الامارات وبالتحديد في دبي في شخص صور المشهد اللي شايفينه قدامكم ده، واللي هتحس انكم شايفين شمسين مش شمس واحدة خالص. لكن تفسيركم ايه للمنظر الغريب ده؟ الشخص ده بالصدفة كان ماشي واتفاجئ بالظاهرة الغريبة اللي شايفينها قدامكم دي، واللي فعلا مفيش حد عارف هي ايه بالظبط ولا السبب ورا الظاهرة دي ايه. اللي صور الفيديو ده كان بيقول ان الظاهرة اللي شايفينها قدامكم دي كانت موجودة في كوريا الشمالية، وكانت عبارة عن جسم نووي غريب،
وطبعا عارفين القوة النووية اللي بتمتلكها كوريا الشمالية، وده بيثبت الكلام اللي ظهر قدامنا دلوقتي. اللي بيحصل قدامكم ده بيكون نتيجة تصادم شظايا داخل البركان، وده اسمه البرق البركاني، وبيكون مختلف عن البرق العادي اللي بنشوفه بسبب العاصفة الرعدية. وهنا لما تتحول العاصفة لشيء ضخم، لكن منظرها فوق الخيال بصراحة. المنظر اللي شايفينه قدامكم ده ناس كتير لما شافوه قالوا ان اللي حصل في السحب كان بسبب اجسام طائرة مجهولة الهوية، لكن من الواضح انها ظاهرة غريبة ممكن تحصل في اي وقت. روعة المكان هنا وشكله هيخليك تعيد الفيديو ده اكتر من مرة، وتبقى عاوز تتخيل نفسك موجود في نفس المكان. تصور لو شفت كوكب زحل قريب قدامك بالشكل ده، لكن السؤال هنا هل ده حقيقي ولا لا؟ اكتبوا لي رأيكم في التعليقات. المشهد اللي قدامكم ده لما تشوفوه لأول مرة هتحس انكم موجودين في السماء ووسط السحاب، لكن الظاهرة اللي شايفينها قدامكم دي حصلت بسبب خروج البخار من البراكين، واللي نتج عنها السحب اللي شايفينها قدامكم دي. ودي بقى تعتبر من أغرب الظواهر اللي هتشوفوها معايا النهاردة. اللي قدامكم دي شعلة حقيقية مشتعلة داخل الشلال، وبيطلق عليها اسم الشعلة الأبدية، وده بسبب إنها ما بتطفيش رغم وجود المية حواليها. في خبراء قالوا إن مية نهر النيل في مصر اتحولت للون الأحمر اللي شايفينه قدامكم ده بسبب انتشار الطحالب، لكن بصراحة أظن إن محدش عارف السر في كده، والمشهد كان غريب جدا. في دولة الفلبين الشاطئ فجأة اتملى سمك بالمنظر الرهيب اللي شايفينه قدامكم ده، لكن الغريب هنا إن مفيش أي تفسير للي حصل ده، ولا حد كان عارف السبب كان إيه. دي من أفضل لقطات الأعاصير اللي هتشوفوا فيها قوتها عاملة إزاي. بسبب انتشار فيروس كورونا، القرود اللي كانت قدامكم دي كانت بتعاني من الجوع بسبب قلة الطعام، وده اللي خلاها ينتشروا في المدينة بالطريقة اللي شايفينها قدامكم دي.